المغرب يستعد لمواجهة تصعيد البوليساريو والجزائر. السيادة على الصحراء خط أحمر تصاعد التوتر في الصحراء. المغرب يرد بحزم. تشهد منطقة الصحراء المغربية تصعيدا جديدا من قبل جبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر، ما دفع المغرب إلى تعزيز جاهزيته العسكرية والتأكيد على أن السيادة الوطنية خطا أحمر. تأتي هذه التطورات في ظل خروقات متكررة لوقف إطلاق النار ومحاولات يائسة لفرض واقع جديد في المنطقة العازلة. استراتيجية المغرب: ضبط النفس مع الرد الحاسم. تكثيف العمليات الاستطلاعية. يعتمد المغرب على الطائرات المسيرة لتحديد تحركات الميليشيات الانفصالية ومنع أي اختراق للمنطقة العازلة. تعزيز الدفاعات. رفعت القوات المسلحة المغربية جاهزيتها في المناطق الجنوبية وسط تقارير عن تحركات معادية بالقرب من المحبس والكلتا. التنسيق الدولي. حصل المغرب على دعم دبلوماسي متزايد، حيث أيدت دول كبرى مثل الولايات المتحدة وفرنسا وإسبانيا مبادرة الحكم الذاتي كحل وحيد للنزاع. الجزائر والبوليساريو مأزق سياسي وعسكري. رغم محاولات الجزائر إبقاء النزاع مشتعلا، فإنها تواجه أزمات داخلية وضغوطا اقتصادية تحد من قدرتها على دعم البوليساريو. في المقابل، تعاني الجبهة الانفصالية من عزلة دولية متزايدة مع تراجع الدعم الخارجي وانسحاب عدة دول من الاعتراف بها. المغرب يفرض معادلة جديدة على الأرض بفضل استراتيجياته الأمنية والدبلوماسية. يواصل المغرب تعزيز نفوذه في الصحراء، مما يجعل أي محاولة لزعزعة الاستقرار رهانا خاسرا للبوليساريو وداعميها. هل يتجه النزاع نحو الحسم؟ في ظل استمرار الاستفزازات، لا يستبعد المراقبون أن يلجأ المغرب إلى خيارات أكثر حسما، سواء عبر عمليات عسكرية محدودة أو تكثيف الضغط الدبلوماسي لدفع المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف أكثر صرامة تجاه الانتهاكات المتكررة. الصحراء ستبقى مغربية، والمغرب مستعد للدفاع عن وحدته الترابية بكل السبل المتاحة.